فيديو جديد وجولة عشوائية فيديوهات ترند في مصر هنا، يعني ما تفهمش هي ترند ليه بس هي ترند. فنبدأ مع بعض. ده الفيديو بتاع الشنطة. طفل أوي يا جدعان، هو البيت بتاعهم متواضع، ما يدلش خالص ان هو في الفيديو القديم اللي انا نزلته ان هم ان هو مدرسة برايفت، وبعدين ده لبس مدرسة حكومة. صاحب منه امور قوي كده. لا وانا رحت للمدير قال لي صوري اي صاحب منه من زمايله، صوري الصور قد ايه. انا عايزه بس حد من المسؤولين يرد عليا ويقول لي انا اعمل ايه. هو كل ده عشان بيدوروا على شنطة كده. يا نهار ازرق، كل ده بيدوروا على شنطة. يعني ايه يعني اصور الورق يعني وكذا مره هم منى ابني يخش يجرى له حاجه جوه انا ما اعرفش ايه اللي جرى له ولا ايه اللي يحصل. حتى ساعات المشكلة ان هو قاعد بيضحك عادي، هو مش فاهم اصلا إيه اللي بيحصل يا عيني. المحافظ بستغيث بقول لك مدرسه. يبقى الحتة اللي هم خدوها من يعني في الفيديو اللي فات اللي انا منزله، لما لقوه قاعد في لما خدوه مدرسة برايفت بتتكلم انجلش، يعني زي ما تقول كده منين بيودي على فين. لكن هو طلع في الاخر ولاد ناس بسيطة وفي مدرسة حكومة عادي يعني. المال الحلال اهو والشنطه بتاعتي اهو. المال الحلال اهو والشنطه بتاعتي اهو. فمبروك والله انا رجعت له. طبعا الترندات المصريه ما سكتش على كده وحلبت الموضوع حلب. بلبن جابوا يعمل له اعلان هاني فود وقصر المحمدي، يعني حاجه هتشوفها في الفيديو اللي فات. اول فيديو ده على حسب يعني هنزل مين فيهم الترتيب. الكرام متابعينا من كل مكان، اهلا وسهلا بيكم. تحلف بالله اللي انت ما خدتش سندوتش اللانش. والله ما اكلتش سندوتش اللانش ده خالص. يعني هو كان مبدل الشنطه بسندوتش لانشون. يا نهار ازرق، دماغ الاطفال دي بيبقى جواها حاجات غريبه والله. تحلف بالله اللي انت ما خدتش سندوتش اللانشون. ايوه ربنا يا رب الشل يا عم، وربنا ما انا بحلف لك وبحلف لك وبقول يا رب الشل وما عملتش حاجه خالص. والله شكله طفل بريء خالص. خالص خالص ما بس انا ببيعها بس ببيعها بالعجله ماشي. يعني انت لو في عجله هتبيع الشنطه؟ ايوه. ليه بس؟ في دماغنا الترند ولا دماغنا احنا ناس غلاب على قد ايه على قد حالنا. يا جدعان ماشي، يبقى انا كده وانا بسجل الفيديو اللقطه اللي هم خدوه ودوه فيها مدرسه برايفت دي لقطه كده من نفس من يعني حد صحفي عملها، قالوا تعال داخل مدرسه برايفت شوف الجو جوه عامل ازاي. هم ناس غلابه فعلا باينه. اقسم بالله ولا في دماغنا الترند ولا دماغنا احنا ناس غلاب على قد ايه. فين ما نعرفش ودوهم فين ما نعرفش. هذا كل الموضوع. والموضوع لما عرف المدير ان الشنطه خلاص مش هتتجاب ومش لاقيينها ومش عارفين مين اللي خدها، الراجل يشكر جاب لنا شنطه وجاب لنا كتب. والمفروض كده الموضوع يا عيني. حد تصدق بص بقى، بص انت انزل اللي هو عصام، هلا عصام باع شنطته مقابل سندوتش لانشون. العيال بتوع الناس اللي هو بيقدموا النوع ده من المحتوى على يوتيوب وتيك توك، اللي هو بيطلع يسأل أسئلة تافهة وعبيطة دي، بجد الناس دي محتاجة تاخد بالجزمة على دماغها، لأن هم بجد مستفزين وأغبياء في نفس الوقت. طيب انت نفسك طبعا مش قادرين ننسى ان البنت دي رجعت خرجت من السجن خلاص. هو الواد اللهبل اللي معاها ده انا مش عارف اسمه ايه اصلا، طبعا بعد ما فلوسها اتصدرت كلها واتقبض عليهم بلا 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 الى اخره، يرجعوا يعملوا فيديوهات تاني، يمكن غساله جديده تشوفهم ولا حاجه فتبدا تديهم فلوس يغسلوها تاني من اول وجديد. وجايباه لحد المول واماكن نظيفه وراقيه وعازماه على فيلم. بس هو اللي هيحاسب عشان انا معيش فلوس بامانه. ما طبعا عشان الفلوس كلها طارت تم مصادرتها. والبتاع المثلثات ده حبيبتي افهمي اللي إيه؟ لازم هو اللي بيحاسب. ما كفايه ان احنا مع بعضينا. ما تفهم بقى. فيلم جامد قوي وفي ممثله. انا مش فاكر ايه الفيلم اللي دخلوه بس ما علينا يعني. لا يا جدعان فيلم انا عامله له مفاجاه جامد يا جدعان مكتوب في الفيديو اصلا صفحه التجمع تحت. قوي. يلا بينا عشان انا مش تعتبر الفيلم اصلا. يلا جيب الفشار. دخلوا في يا جدعان صفحه التجمع اوكي، اللي هو اتشال من الفيديو من السينمات بعدها. انا مش عارف ايه دي، بس في ناس عملت لي منشن على الفيديوهات دي. انا مش فاهم هو ايه ده الصراحه، انا مش فاهم بامان. البنت دي مستفزه قوي. ويا أنت هي مصر، هي مصر من الدنيا، هي مصر من الدنيا، ولكن الدنيا تعبتها. لا ده كميه كرنج وغباء مش طبيعي والله العظيم، يعني حاجه مستفزه بجد والله العظيم. كفايه جوله، كفايه الجوله دي. كده كده الفيديوهين هينزلوا ورا بعض. هنزل الفيديو ده الاول عشان يبقى بالترتيب بتاع المشاهده، يعني من اول موضوع الشنطه لغايه ايه اللي حصل بقى. بس ولو وصلت لنهايه الفيديو احب اقول لك شكرا. دي قناه الفلوجات اللي احنا نازلها رياكت والفلوجز. قنوات الجيمنج هسيبها في الكومنت المتثبت في الوصف. سلام.